عامة هو الالرجيك راينايتس مش مجرد بس ان انا بعالج الحاجة. يعني انا الحالة اللي قدامي دي لو في الرجيك راينايتس، انا مش المفروض ان انا استناه ان هو يتعب اروح اعالجه، وبعد اسبوع يتعب اروح اعالجه، بعد اسبوعين يتعب اروح اعالجه. تمام. طب بعدين يعني مينلي التريتمنت بتاعي بيكون بروفلاكسس. يعني انا لو شخصت الرجيك راينايتس، تمام، خلاص يعني انا المفروض ان انا ادي مانجمنت يحسن معايا الامور بشكل يخلي الطفل متعايش وبيركز في المدرسة وبيلعب وبيتحرك وبيروح ويجي وما بيكونش فيه مشكلة بالنسبة له ويكمل حياته عادي يعني تمام. بس فنمشي لفترة كده شهر شهرين ثلاثة، هنقول دلوقتي الكلام ده لغاية عشان بس الأمور تتحسن والشتوية تمشي معاه بشكل أفضل. يعني ده اللي هو البروفلاكسس. ولكن لو جاله أتاكس، تمام، أنا هدي برضه مانجمنت تاني للأتاك. طب إيه الحاجات البروفلاكسس وإيه الحاجات اللي بديها في الأتاك والحاجات دي كلها هنشوف دلوقتي. طيب احنا قلنا من شويه عشان بس ما تتلخبطوش، انا عايزكم بس يعني ايه كيب ان مايند كده السلايد ده. احنا هنبدا نتكلم في كل سلايد بعد كده عن كل واحده في دول، تمام، بس عشان نبقى نركز مع بعض. انا هتكلم دلوقتي على الانتي هيستامين. طيب انا الانتي هيستامين، انا عندي انتي هيستامينيك نيزل وعندي اورال، تمام. حد عارف النيزل انتي هيستامين اسمه ايه؟ الليفو هيستام. نيزل زرت نيزل. اه تمام. محدش يعرف النيزل. امم النيزوتيل؟ لا، هو مفيش غير حاجه واحده موجوده في السوق يعني، تمام. بس هو عامه مش طيب انا ما عنديش غير الانتي هيستامينيك نيزل حاجه واحده بس، تمام، اللي هي الزلازل. انت ما قلتيش زلازل، انت ما قلتيش. تمام. طيب ده النيزل انتي هيستامينيك اللي موجود في السوق، تمام. بس ده استخدامه بعد سن 6 سنين. هل حتى لو الطفل بعد سن 6 سنين عنده الرجيك راينايتس مفضل ان انا اديله الزلاستين؟ احنا كاتبين ايه هنا؟ اوبشنال، تمام. انا بص يا جماعه، انا بس الكلام اللي انا بكتبه هنا ده مش كلامي يعني، الكلام اللي انا بكتبه هنا ده يعني من كذا مصدر يعني، تمام. فكلمه اوبشنال دي في نيلسون يعني عايز تدي بيحسن الامور معاه كمل عليه، مش عايز تدي لكن ملهوش ريكومنديشن كبير يعني. لكن لما تيجي بقى للاورال، تمام، لا مكتوب في نيلسون في سترونج ريكومنديشن. طيب هو ايه الاورال انتي هيستامين؟ ايه الاورال انتي هيستامين؟ تكتبي ايه؟ تكتبي ايه؟ ما انت لسه قايلهم من شويه. انت اه ليفوستان. ايه تاني؟ اه الكلاريتين، الفاستل. مين قالت الفاست؟ في وجبه زياده هنا يا باشا. طيب حابب اشكر بس دكتور محمد ابراهيم على يعني تجميعنا النهارده كده. يعني احنا مش بنعرف نتجمع غير بس يعني ايه لما يبقى حد كده مجمعنا زي دكتور محمد. دكتور محمد شركة سانوفي. شركة سانوفي من الحاجات المحترمة خالص اللي في الانتي هيستامين. منزلين حاجة اسمها تلفاست. انا مش هعرف التلفاست معروف، ولكن في ميزة واحدة في التلفاست مخلياني ما بكتبش غيره يعني، تمام، اللي هي ما بينيمش. ماشي، هتلاقي في حاجات ما بتنيمش برضو. طعمه يعني انا في بقيه الانتي هيستامينيك طعمهم بشع. التلفاست لا، يعني جربوا لو جات لكم سامبل تلفاست. انت وزعت سامبل تلفاست يا باشا ولا ما؟ ماشي يا باشا. في بتشرب الازازه يعني،
فانتوا متخيلين ان الموضوع بقيه الكومبيتيتورز طعمهم بشع. جرب كده لو عندك اي سامبل دوق انتي هيستامينيك عندك، ولو توفر ان انت تشوف تلفاست دوقه يعني. زائد الافيكاسي بقى كويس. طيب انا عندي في الاورال هيستامين انتي هيستامينيك، انا عندي 3 جنريشن. انا عندي فيرست جنريشن، عندي سكند جنريشن، عندي ثيرد جنريشن. انا بتكلم في الفيرست جنريشن في الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، 1 2 3 كونجستال انرجين دونوديت، يعني الحاجات دي كلها من تحت. طيب هل الانتي هيستامينيك اللي هو الفيرست جنريشن ده بينصحوا بيه؟ ليه؟ سيديتيف يا باشا. تمام. بس انا باخده امتى؟ لا وانا مسافر في الاتوبيس. والله اخد لي واحده الرجيل كده تمام عشان اعرف انام. انا بحب انام فلا بنام يعني. تمام. بس فده الاستخدام الوحيد بالنسبه لي في الفيرست جنريشن يعني. طيب احنا لو هنتكلم في السكند جنريشن زي ما قلنا التلفاست، في حاجات تاني بقى. احنا الماده بتاعته حاجه اسمها فيكسوفينادين. تمام. ده اللي هو التلفاست. في حاجه ديسلوراتيدين، في السيتريزين، في اللوراتيدين، والحاجات دي كلها حاجات تانية. بس زي ما قلت لكم الطعم بتاعها مش قد كده. في حاجات من سن 6 شهور وفي حاجات فوق سن سنتين. الحاجات اللي من 6 شهور اللي هو الفيكسوفينادين اللي هو يعني احنا التلفاست بتاعنا ده لو طفله 6 شهور ياخده عادي مفيش مشكله. والسيتريزين والدوسلوراتيدين دول كلهم من 6 مونثs. اللوراتيدين ده فوق سن سنتين. التلفاست لما بيتاخد مرتين في اليوم. يعني انا لو من سن 6 شهور انا حدي 2.5 سم مثلا صبح وليل. لا الطفل مثلا فوق سن سنتين انا بدي 5 سم مثلا صبح وليل، وهكذا. ده اللي هو سكند جنريشن. وزي ما قلت لكم اي كلمه مكتوبه هنا دي هتكون من تكست. الكلمه اللي مكتوبه في نيلسون عن الفيرست جنريشن ان هي نوت بريفيرد، فده مش كلام عياده يعني، هو مكتوب في الالرجيك رينايتس ان هو نوت بريفيرد. طيب السكند جنريشن مكتوب ان هو بريفيرد. طيب نرجع لنفس السلايد. انا برضو عايزكم تركزوا معايا في السلايد دي عشان التقسيمه عشان ما تتوهوش. يعني احنا اتكلمنا على اول واحد اللي هو الانتي هيستامينيك. تمام. قلنا في نيزل، وقلنا في الاورال، وقلنا الاورال في سن جنريشن وسكند جنريشن وهكذا. خلصت الانتي هيستامين. تمام. طيب انا دلوقتي النيزل دي كونجستنت، هل مفضل ان انا اديها ولا لا؟ واديها امتى؟ طيب هي ايه اصلا؟ اللي هي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها يعني، اللي هي الاتروفين او الافرين او الحاجات دي كلها. طيب انا الحاجات دي مشكلتها معايا ايه؟ الحاجات دي في منها اولا الاورال دي كونجستنت يعني ده لا بقى الاريتابيليتي والانسومنيا والتاكيكارديا والحاجات حاجات سخيفه مقيد بعدد ايام محدده. يعني انا لو عندي طفل الرجيك راينايتس المفروض ان هو كرونيك ديزيز، فانا مش هينفع اكتب له اتروفين لمده شهرين. تمام. فخلاص يعني انا برضو مش هكتب حاجه زي كده غير في حالات اكيوت، لو حاله كومون كولد او كده. فاستخدامها في الالرجيك راينايتس خلاص شيلوه من دماغكم يعني. وده اللي مكتوب يعني هو limited use for safety and efficacy. في حاجه اسمها الراينايتس ميديكامنتوزا. حد عارف دي ايه؟ تستخدمه فتره طويله. المفروض لما استخدمه فتره طويله فينشف اكتر. بيحصل اتروفي. اتروفي طلعت منين؟ صح. تمام. بيحصل اتروفي في الميوكوزا. انا من كتر استخدام الاتروفين انا ممكن ازود الرشح عندي. يعني هو انت هتستخدمه لمده 5 ايام حلو زي الفل وصاحبي وكفاءه والدنيا هتتحسن وتمام. هتزود عن 5 ايام لا ده ممكن هو يكون سبب في الرشح اللي هو عند الطفل. فما تكتبوش غير بس في حالات الكومون كولد يعني. 5 ايام في الاتاك مش في العمر. يعني 5 ايام في الاتاك يعني هو تعب بعد شهرين 3 ياخد 5 ايام تاني يعني مفيش مشاكل. الايزوتونيك والهايبرتونيك انت بتتكلم واحد. احنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم دي كونجستنت. دي كونجستنت يعني فيها الماده دي كونجستنت. تمام.
لكن ماء بحر ما فيهاش مواد، يعني هي ماء بحر، سي ووتر. لا انت على اتروفين بيبي سلاين العادي، انا بتكلم على اتروفين الاطفال. ايه دي كونجستنت في التشايلد، في الاتروفين التشايلد. اتروفين بيبي سلاين لا استخدموه براحتكم، انا ما عنديش مشكله. اتروفين بيبي سلاين عباره زي ماء البحر كده يعني، تمام عادي استخدامه براحتكم، مفيش مشكله فيه خالص. عشان كده احنا بنستخدمه دايما في الاطفال اللي قبل سن سنه، اللي عندهم يعني الناس اللي مش بتقدر تدفع ثمن السي ووتر والبخاخات والحاجات زي كده، بندي الاتروفين بيبي سلاين يعني. نعم الاتروفين تشايلد بكتبه بعد سن سنه. طيب كده خلصنا الانتي هيستامين والنيزل دي كونجستنت. طيب الليكوتراين انتاجونست اللي هو اللي هو المونتيلوكاست. تمام. طيب انا المونتيلوكاست في حالات الالرجيك راينايتس، تمام، هل مفضل ان انا دي ولا لا؟ تمام، مكتوب ان هو نوت برايمري ثيرابي. تمام، ولو قرينا الكلام مونتيلوكاست should not be the first choice treatment particularly when allergic rhinitis symptoms are. دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها في قصة إن أنا لازم أعرف هو مايلد ولا سيفير عشان أعرف أنا الحاجات دي أكتبها ولا لأ. يعني أنا حالة سيفير أنا ممكن أد أون حاجة زي المونتيلوكاست، لكن الموضوع مايلد مش لازم. تمام، بس فده الليكوتراين انتاجونست. نرجع لنفس السلايدايه تاني، احنا اتكلمنا على انتي هيستامين، اتكلمنا على النيزل دي كونجستنت، اتكلمنا على الليكوتراين انتاجونست. طيب التوبيكال استرويد في كتير بقى في السوق. يعني انت هتلاقي مثلا الثمان حاجات اللي قدامك دول، مين حضر معانا محاضره الاسترويد؟ تمام، هو الكلام اللي مكتوب ده كله احنا فصصناه في المحاضره اللي فاتت. تمام، البيكلوميثازون والبوديسونايد والفلوتيكازون فيوريت والفلوتيكازون بروبيونيت والميماتيزون والترايماسينون. يعني الحاجات دي كلها مش ما تعرفوش الاسم العلمي بتاعها، ولكن كلهم في الاخر بيشتركوا في ان هو ده ينفع بعد سن سنتين، ده لازم بعد سن 6 سنين، ده لازم، يعني كل ماده وليها كده ايه كاتيجوري معينه يعني. طيب انا ده اللي يهمني في المواد دي، فانا لما اجي اتكلم عن الثمان حاجات اللي قدامي دول، انا اول 4 حاجات دول بيستخدموا فوق سن 6 سنين. طيب الاربع الاخرانيين اللي هو الفلوتيكازون فيوريت اللي هو الافاكس او الفليكسونيس او النيزونكس او النازاكورت، ده بنستخدمه بعد سن 2 سنين. فانا عندي البخاخات اللي هي النيزل استرويد، لما هنيجي نكتب خلاص سيبك بقى من قصه الحاجات اللي هي فوق سن 6 سنين، لان هي حتى الحاجات اللي هي بعد سن 2 سنين انا هستخدمها بعد سن 6 سنين يعني. تمام. طيب انا اكتب انهي؟ افامس، فليكسونيز، نيزونكس، نازاكورت، كلهم محترمين. تمام، ولكن انا لما شفت نيلسون المواد اللي انتوا شايفينها اللي هو الفلوتيكازين فيوريت والفلوتيكازين بيبرونيت والموميتازون والترايمسون، الحاجات دي كلها موجودين في نيلسون ومكتوب قدامها كل حاجه بالتفاصيل بتاعتها ايه. ولكن الماده الوحيده اللي انا لقيت مكتوب فيها اسم تجاري في نيلسون هو النازاكورت. يعني وورلد وايد النازاكورت، تمام، من زمان يعني من بدايه ما اخترعوا اصلا النيزل استرويد وهو موجود. وفي ميزات تاني انا بستخدمه شخصيا، يعني انا عندي الرجيك راينايتس، انا النهارده عندي الاثنين على فكره، الرجيك راينايتس وازمه. فهتلاقي مكتوب بقى ايه ده نيلسون 21 اللي هو اخر اديشن يعني. بس هتلاقي مكتوب اول كلمه كده على ايدك الشمال الترايمسينونين، تحتيه ايه بقى على طول؟ النازاكورت. تمام. طيب انا لما اجي استخدم البخاخ، في ميزه برضو تاني في النازاكورت انا نسيت اقولها، النازاكورت الوحيد اللي هو مره وانس، يعني كل 24 ساعه. يعني انا الحاجات اللي هي الافاميس والفليكسونيز والنيزونكس والحاجات دي
انا بستخدمها توايس. فانا النازاكورت مره واحده بس بيبقى مره واحده بس في اليوم، ويفضل بتكون بالليل يعني. تمام. النازاكورت مع برضو دكتور محمد ابراهيم. انا لما اجي استخدم النازاكورت هستخدمه ازاي؟ الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، في البخاخه ممكن انا اديها كده، ممكن اديها لبره. طب انا laterally هي الافضل ولا ان انا احطها كده لجوه؟ laterally. تمام. بس انت لما هتديها لجوه انت كده في الكافيتي. تمام. لا انا عايز الوول نفسها اللي هي فيها الميوكوزا، اللي هي عشان ما تطلعش بقى السكريشنز بتاعتها. تمام. فده الاستخدام بتاعي. طيب انا دلوقتي خلاصة المحاضرة، انا في الاربع حاجات اللي احنا قلناهم من شوية. احنا قلنا اتكلمنا في الانتي هيستامين، اتكلمنا في النيزل دي كونجستن، اتكلمنا في المونتوكاست، واتكلمنا على النيزل استرويد. طلعنا ايه من تفصيل اربع حاجات؟ احنا في النيزل استرويد نستخدمه امتى، وفي السكند جنريشن انتي هيستامينك نستخدمه امتى. يعني احنا في الاربع حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم دول استبعدنا ايه؟ استبعدنا الاوتروفين، مش هنكتبه. استبعدنا النيزل انتي هيستامينك، قلنا مش هنكتبه. ولما نيجي نتكلم عن الاورال انتي هيستامينك استبعدنا الفيرست جنريشن، قلنا مش هنكتبه، قلنا هنكتب السكند جنريشن. فكده الحاجه اللي احنا قلنا هنكتبها اللي هو السكند جنريشن انتي هيستامينك. والمونتيلوكاست استبعدناه في الحالات المايلد، هنكتبه في الحالات السيفير. والنيزل استرويد هنكتبه. تمام. فكده انا عندي الحاجتين اللي هم انا عايز اجمع لكم الحاجات اللي احنا ايه نطلع بيها، ان هي دي المانجمنت بتاع الالرجيك اللي هو اورال انتي هيستامينيك اللي هو سكند جنريشن، واللوكال انترانيزال استرويد. طب امتى استخدم بقى الاسامي التجاريه بقى؟ امتى استخدم النازاكورت، وامتى استخدم التلفاز، وامتى استخدمهم مع بعض؟ على حسب السيفيريتي. لو سيفير، لو اتنين مع بعض. ادي انت هيستامين واشوف الريسبونس، لو مش متحسن اضيف البخاخه. تمام. هتدي له فتره قد ايه عشان تحكمي على الريسبونس؟ مش اقل من اسبوعين. تمام. طيب انا ممكن ابدا على طول، انا ده كلامك ان انا هبدا بالاورال انتي هيستامينيك او بالتلفاست، وبعد كده الدنيا لو ما اتحسنتش هزود النازاكورت. تمام. هو انا ممكن ابدا بالنازاكورت على طول امتى؟ ده هو ما جربش حاجه خالص. طيب نطلع من الدايليما دي. انا هستخدم السكند جنريشن الانتي هيستامينيك لما الطفل يكون الكومبلين بتاعته بس مجرد ان هو بيعطس وفي هرش وفي مناخيره وحاجات كده، اللي هو ايه، حياته كويس. يعني هو بينام كويس وبيلعب كويس ومفيش المشكله مش مقصره معانا في حاجه. ده تفسير الكلاسيفيكيشن اللي احنا قلنا عليه ان ده ايه، ده مايلد. تمام. فاذا في المايلد انا ممكن زي ما قالت الدكتور ببدا بالتلفاست، اديه من اسبوع لاسبوعين، وبعد كده ممكن البخاخه بعد كده ابدا ادخلها كاد اون، او ممكن حتى تستخدمها لوحدها وتشوف الريسبونس عليها اخباره ايه. يبقى كده في المايلد هنستخدم تلفاست بس، ونشوف لو الدنيا مش متحسنه خلال اسبوع او اسبوعين احنا هندخل البخاخه. طيب انا دلوقتي بتكلم مثلا في النيزل استرويد. النيزل استرويد انا هدخله امتى؟ لما هو الطفل يكون
مش بينام كويس، مش متحسن، في المدرسة مش كويس، الواد مش بيلعب كويس، مش بيجري، الحاجات دي كلها تمام تمام. فاذا انا في المايلد هكتب تلفاست ما تحسنش، هزود البخاخه. طيب هو الواد اصلا من الاول سيفير، انا ممكن ادخل البخاخه. لو الدنيا كنترولت على البخاخه ماشي، لو مش كنترولت على البخاخه انا ممكن اد اون معايا. فاذا انت رايحه وجايه ما بين الاثنين دول. تمام، وصلت المعلومه؟ تمام. بس وعايز تشتري دماغك، انا ساعات بدي الاثنين يعني. تمام، زي ما قلنا النزاكورت بيبقى بالليل بس يعني. تمام. المده، بصي انت بتتكلمي في شهر او شهرين او ثلاثه على حسب الريسبونس بتاعك. يعني انا عامه انا بدي شهرين، بعد شهرين بقى اشوف الدنيا متحسنه ممكن اوقف، لقيت الدنيا عكت تاني ما عنديش مشكله اكمل. يعني انا ما عنديش مشكله البخاخه يمشي عليها اصلا، يعني حتى لو خدها السنه كلها، يعني ما عنديش مشكله. اه اتفضل. اه لا اقول لك حاجه، لو كلينيكالي كل الحاجات اللي انت شايفاها دي ظاهره وفي فاميلي هيستوري، انت مش هتحلفي ان هي الرجيك رينايتس، بس هيكون عندك سسبشن. لما يبقى عندك سسبشن ممكن تدي تلفاست. ما هو مش هيتحسن لو الرجيك رينايتس، مش هيتحسن على العلاج ده. يعني هو لو اتحسن، لو انت عطيتي تلفاست وتحسن عليه، ده بيزود احتماليه ان فعلا تشخيصك صح، يبقى ده الرجيك رينايتس. لكن هو اللي عنده ده مثلا ادينويد، تمام، وانت عطيتي تلفاست، مش هيفضل الادينويد موجود. يعني احنا بنتكلم الحته بتاعتنا كاطفال، خدوا بالكم انتوا الحته دي مش بتاعتنا قوي يعني. تمام، يعني انت الدنيا لما تقفل معاك يا باشا ريفير يعني دماغك، يعني لما توصل للمرحله اللي انت بتتكلمي فيها دي، لا خلاص ريفير يعني اشتري دماغك، مش عيانك اصلا، مش عيانك. انا بتكلم في حاجه انت لسه مشخصاها وانت عايزه تاكدي تشخيصك، والدنيا لو مشيت كويس كملي عادي، مش لازم يروح انف واذن، مش مشكله. لا الدنيا مش ماشيه معاكي كويس، حولي، مش عيب، حولي عادي خلاص. بيتاخد بخه بالليل، ولكن لو سيفير والبخه مش مكفيه انا ممكن ادي مرتين. يعني هو من بخه لبختين، ده مكتوب في نيلسون، من بخه لبختين. تمام، قبل سن 6 سنين، من سنتين لغايه سن مثلا 6 سنين بندي بخه. تمام، وبعد سن 6 سنين المفروض ان احنا بندي مثلا بختين. ولكن لو سيفير حتى لو اقل من 6 سنين وعايز تدي بختين ادي، انا ما عنديش مشكله يعني. تمام. وزي ما دايما في اخر كل محاضره كده بنحب ندي كده ايه كود. مين اللي قال الكلمه دي؟ اعتزل ما يؤذيك. سيدنا عمر، صح. اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. حتة تاني كده، دايما اللي انت بتمسك فيه ده ممكن يكون هو السبب في المشاكل اللي انت فيها. ف sometimes holding on does more damage than letting go. وده تفسير الكلام هم اللي بره بقى في اوروبا كاتبينه، ولكن ده كلام اتقال سيدنا عمر من زمان يعني. فاعتزل ما يؤذيك. طب سألها طيب. هو ما جاش ليه؟
الخير يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله بدأوا قالوا. هو المفروض الباشا كان هيجي معاه بس خلى بيها يعني. عين الحسود في داود يا حنان. طب احنا ممكن السناير بقى يساعدونا، دكتور مصطفى، دكتورة هدير، دكتورة مروة.